عارف ايه ارخص حاجة؟ الوقت. بنرميه في القهاوي، في المواصلات، في الخناقات. بس يحيى كان مستعد يدفع عمره كله عشان يشتري لحظة واحدة بس زيادة، لحظة يوقف فيها الوجع. يحيى لقى الريموت اللي بيتحكم في الدنيا، بس ما كانش يعرف ان الزرار اللي بيدوس عليه مش بيغير القناة، ده بياكل في لحمه. القصة دي هتعرفك ان في حاجات كتير قوي لما بتكسرها الترجيع بتاعها بيبقى مستحيل، حتى لو معاك ريموت الكون. عارف لما تحس ان حياتك واقفة مكانها؟ مش بس واقفة، دي بتتعاد. نفس الوشوش، نفس الدوشة، نفس الزهق اللي بيخليك تتمنى لو الارض تنشق وتبلعك. يحيى كان عايش الاحساس ده كل يوم، بس القدر قرر يلعب معاه لعبة تانية خالص. هو ما كانش مجرد صنايعي، يحيى كان مهندس، بس مهندس عطلان، قاعد في محل لا يتعدى 3 متر في منطقة شعبية الزحمة فيها بتبدأ من 7 الصبح وما بتخلصش. كان مغترب، ساب أهله وحلمه ونزل يفتح المحل ده عشان يسدد ديون قديمة. المحل ده كان العالم بتاعه، ريحة القصدير المحروق، كراكيب التلفزيونات القديمة والحيطان اللي بقى لونها أصفر من كتر التراب. كان بيقضي يومه في مراوغة الزباين اللي عايزين يصلحوا أجهزة ب10 جنيه، وبيقضي ليله في الفرجة على الناس من ورا الفاترينا. كان بيحس إنه شبح عايش وسطهم ملوش تأثير. يحيى كان عنده حركة عصبية، بيقعد يهز في رجله طول ما هو شغال. بيدخل عليه زبون سمج، شخصية مستفزة جدا، راجل غني لابس دهب كتير، جايب راديو غالي وعمال يهين في يحيى ويقول له خلص يا اسطى انا وقتي بفلوس. وفي وسط الهيصة دي كان في سارة هي النور الوحيد اللي بيدخل المحل ده كل اسبوع. لما تيجي تسأل على راديو قديم بتصلحه، او لو تليفونها بيهنج، او بس عشان تبتسم له ابتسامة بتخليه ينسى هو مين. بس يحيى بيفضل ساكت، احباطه وفقره عاملين قفل على لسانه. في ليلة شتا باردة والمطر كان بيغسل الشوارع، دخل عليه راجل عجوز، جلده مشدود على عظمه بطريقة تخوف، لابس لبس شبابي مش لايق عليه، وعينه فيها نظرة واحد شاف أهوال. محطش مقدمات، حط كرتونة مبلولة على المكتب ومسك ايد يحيى وقال له يحيى انت بتصلح اللي انكسر، بس الريموت ده هو اللي هيصلحك. اوعى تنسى مفيش حاجة ببلاش، كله بوقته. الريموت ده فيه زرار عطلان يا يحيى، زرار الترجيع، حاول معاه أرجوك. الراجل قال الكلمتين دول واختفى. يحيى استغرب انه عرف اسمه، بس الفضول كمهندس غلبه. فتح الكرتونة لقى ريموت غريب جدا، ملوش ملمس البلاستيك، ملمسه بارد كأنه معدن، وزرايره شبه ممسوحة. ليلتها يحيى منامش، فك الريموت وانبهر. مفيش بوردة، مفيش أسلاك، في نسيج غريب جوه. حاول ينضفه، وبمجرد ما لمس زرار الميوت الصوت اتقطع. مش بس صوت الشارع ده، حتى صوت نبض قلبه في ودنه اختفى. يحيى جري على الشارع بلهفة، شاف سواقين الميكروباص بيزعقوا لبعض بوشوش حمرا بس مفيش صوت طالع. شاف كلب بيهوهو بس من غير صوت، كأنه بيتفرج على فيلم صامت. جاله حالة ذهول، قعد يضحك بس في نفس الوقت كان مخضوض. هو بقى معاه ريموت، بقى يقدر يهرب من دوشة الدنيا بضغطة زرار واحدة. بس الغريب انه لما كان بيدوس على الزرار كان بيحس بنغزة في ظهره، كأن في حاجة بتتسحب منه، بس هو ما كانش مهتم. يحيى بقى بيخلص الشغل الصعب في ثانية بدوسة واحدة على زرار التقديم. المحل اشتهر، الفلوس بدأت تجري في ايده، بس عينه بدأت تغور لجوه، ووشه بقى بارد
وفي يوم سارة جات له المحل، ويحيى كان مرتبك كالعادة. وهي بتتكلم حس انه مش عايز اللحظة دي تخلص، ومن غير ما يفكر داس على زرار التوقيف. سارة ثبتت، خصلة شعرها فضلت واقفة في الهوا، ضحكتها فضلت مرسومة. يحيى في الأول خاف، بس بعدين بدأ يمشي حواليها، يلمس ايديها اللي كانت دايما بعيدة عنه. قعد يحكي لها عن كل حاجة خايف يقولها، وهي صنم. قعدت ساعة، ساعتين، 3. الوقت بره كان واقف. ولما رجع الوقت سارة كملت كلامها عادي، بس لاحظت حاجة غريبة وقالت له: وشك بهتان كأنك بقالك يومين ما نمتش. يحيى بصلها باستغراب. هو فعلا قضى 3 ساعات في البوز، بس بالنسبة للعالم مفيش ثانية عدت. بقى بيدوس تقديم وهو نايم عشان يسرع أيام الشغل المملة. يحيى بدأ يدمن الريموت. الزهق خلاه يستخدم زرار التقديم عشان يصحى يلاقي كل الشهر خلص. بس المأساة بدأت لما لاحظ إن الريموت بدأ ياكل في جسمه. كل مرة بيجري فيها الوقت جسمه بيعجز بمعدل مرعب. في مرة داس تقديم وسرح، غاب عن الوعي. صحي لقى المحل مليان تراب وعناكب والمراية مكسورة. بص في المراية وصرخ. شعره ابيض وجلده كرمش، بقى عجوز وهو لسه في الثلاثينات. جري على الشارع يدور على سارة، لقاها، بس لقاها ماسكة ايد طفل صغير وبتضحك لراجل تاني. حاول يصرخ بس صوته طلع مشروخ. حاول يدوس على زرار الترجيع، بس الزرار كان محجر كأنه ملحوم بحديد. يحيى العجوز، المهندس اللي ضيع عمره في الهروب من الوقت، أدرك إن العجوز اللي جاله في الأول كان هو نفسه. هو اللي راح لنفسه في الماضي عشان يحاول يصلح غلطة عمره، بس الفشل كان نصيبه للمرة التانية. يحيى شال الريموت وراح لنفس المحل. شاف يحيى الشاب وهو قاعد زهقان وبائس. حط الريموت وقال الجملة اللي حطمت حياته: صلحه. زرار الترجيع علق. يحيى خرج من المحل وقعد على رصيف الشارع اللي كان بيهرب من دوشته، وبص للسما. داس على زرار الباور، وساعتها الدنيا كلها قلبت ليل.